السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب جونيور 5 ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مس جهاد ساينس تيتشر. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدا ان احنا نعمل اكتوبر ريفيجن. ايه فكره فيديو اكتوبر ريفيجن؟ في الاول هرجع لك سريعا كده على المين بوينتس اللي احنا اتكلمنا عليها في منهج اكتوبر. بعدها هنبدا ان احنا نحل كم اسئله كبير قوي على المحتوى ده. فاول حاجه كده لو احنا جينا وراجعنا المنهج بتاع اكتوبر، اول بوينت كانت بتقابلنا فكره البلانت. ده كان اول كلامنا اصلا في المنهج. يعني ايه بلانت؟ ميس عرفنا ان البلانت هو ليفنج اورجانيزم. عنده اول حاجه نتكلم عن البارتس بتاعته. عندي البلانت بيتكون من 3 بارتس، 3 essential parts، يعني ثلاث اجزاء اساسيه في كل بلانت. اول جزء عندي اسمه الروتس. طيب تاني جزء عندي اسمه ستيم. طيب تالت جزء في البلانت اسمه الليفز. تمام؟ طيب ال 3 essential parts دول موجودين في كل البلانت، بيتكون من الروتس والستيم والليفز. ممكن الاقي في بلانتس تانية جزء ان هو يبقى عندها مثلا فلاور او كده، وممكن الاقي عندها فروتس. يبقى حته ان هي عندها فلاورز او فروتس في بلانتس عندها، في بلانتس مش عندها. طيب ده كده بالنسبه لجزء هي بتتكون من ايه. تاني جزء بقى احنا عارفين ان كل بارت موجود في البلانت ليه الفانكشن بتاعته. يعني ايه؟ الروتس مثلا ايه الفانكشن بتاعتها؟ قال لي اول حاجه الروت دي نتيجه ان هي موجوده تحت بتعمل absorb water and nutrients. بتبدا تعمل ايه يعني بتمتص الووتر والنيوترينز من السويل. طيب ده بالنسبه للروتس. قال لي الروتس فيها حاجه كمان، حاجه تانية، فيها حاجه اسمها الروت هيرز. قال لي الروتس نفسها بيبقى ايه فيها؟ طالع منها كده هيرز كده بتبقى بالمنظر ده. طب ميس دي بتعمل ايه؟ دي بت increase ال amount of water and nutrients which is absorbed. يعني انا مثلا لو بمتص كميه ووتر او nutrients مثلا بالكم ده، بوجود الروت هيرز هتخليني ان انا امتص كميه ووتر وكميه nutrients اكتر من السويل. يبقى ده كده بالنسبه لاول بارت اللي هو السويل. طب نيجي نبص للستيم. يا ترى الستيم بيعمل ايه؟ قال لي اول حاجه الستيم بيعملها ان هو بيديليفر او بيترانسفير، ممكن نقول carry water and nutrients منين؟ من الروتس يوصلها للليفز. طيب تاني حاجة support. يعني ايه support؟ بيدعم او بيسند مين بقى؟ الليفز والفلاورز اللي موجودة، اللي هو بيفضل كأنه مثلا مثبتها مثلا في المكان اللي هي فيه. support leaves and flowers. من غير الستم الليفز والفلاورز ما كانتش هتبقى ستاند بالمنظر ده، لا كان ممكن تقع عادي جدا. طب ده بالنسبه للفانكشن بتاعت الستم. لما اجي اتكلم عن الليفز واقول يا ترى ايه الفانكشن بتاعتها، لا دي الفانكشنز بتاعتها كتيره قوي. اول حاجه هي اللي مسؤوله عن ان هي تعمل ميكنج للفود، هي اللي بيحصل فيها الفوتوسينثيس. اقول له مثلا فوتوسينثيس occur in it. الفوتوسينثيس بيحصل فيها، ده اول حاجه. طيب تاني حاجه ان هي بتالاو الكربون دايوكسيد to enter the plant and get rid of الاكسجين. ده بيكون موجود في الليفز عن طريق بارت موجود في الليفز اسمه الاستوماتا. كنا متفقين ان الاستوماتا دي عباره عن ايه يا ميس؟ هي ليفز موجوده في البلانت بتسمح للبروسيس اللي انا قلت لك عليها to get into الكربون دايوكسيد، تدخل الكربون دايوكسيد وتبدا ان هي تطرد الاكسجين وتطلعه بره عن طريق الاستوماتا اللي موجوده في الليفز. طيب اجي اسال نفسي سؤال، كنت بقول لك ان الليفز مسؤوله عن فكره ان هي تعمل ابزوربشن للسانلايت او ان هي تاخد سانلايت. ازاي؟ لان الليفز فيها جزء اسمه الكلوروفيل. الكلوروفيل اللي موجود فيها ده بيعمل ايه؟ زي ما قلت لك لو في سانلايت في المكان هو اللي بيابزورب السانلايت ويدخلها للبلانت. تمام؟ يبقى الليفز مسؤوله، هي اول حاجه فيها ستوماتا، فهي بتجيت انتو الكربون دايوكسيد وتطلع الاكسجين بره، بتجيت السانلايت عن طريق الكلوروفيل الموجود فيها، بيحصل فيها عمليه الفوتوسينثيس. وطالما اتكلمنا عن الفوتوسينثيس يبقى لازم ارجع افكرك يعني ايه اصلا فوتوسينثيس. البروسيس اللي بتحصل عندك ان انت عندك الووتر جات لي عن طريق الروتس، الروتس عمل ابزورب الووتر من السويل،
بعدين الستيم وصلها للليفز. فالليفز دلوقتي بقى عندها 3 حاجات. اول حاجه الووتر اللي جاي لها من تحت، تاني حاجه السان لايت، تالت حاجه الكربون دايوكسيد. لما ال3 حاجات دول يكونوا موجودين، ووتر بلس sunlight بلس كربون داي اوكسايد، 3 حاجات دول لما بيبقوا موجودين بيدوني مين؟ اول حاجه الاكسجين that we respire، وتاني حاجه الشوجر او الجلوكوز شوجر، وده الفود بقى بتاع البلانت. يبقى البلانت can make its own food by photosynthesis process، ان هو بياخد الووتر والشوجر والكربون دايوكسيد ويديني oxygen that we respire and sugar. تمام؟ طيب هنتكلم عن جزء جديد ليه علاقه برضو بالبلانت. اول حاجه البلانت يا شباب ازاي بيحصل ترانسفير جواه للووتر والنيوترينز والحاجات دي كلها جوه البلانت؟ اصل البلانت عنده حاجه اسمها ترانسبورت سيستم. ايه الترانسبورت سيستم ده؟ وقال لي الترانسبورت سيستم اللي موجود في البلانت ده احنا كهيومن عندنا زيه، بس اسمه circulatory system. طيب لو جينا اتكلمنا عن ترانسبورت سيستم، الترانسبورت سيستم فكرته ان هو السيستم اللي موجود في البلانت اللي مسؤول ان هو يعمل كارينج او يعمل ترانسفيرنج للووتر والنيوترينز في البلانت. طيب ايه هما التو بارتس اللي مسؤولين عن الحاجه دي جوه الترانسبورت سيستم؟ قال لي انا عندي حاجه اسمها الزايلم وعندي حاجه اسمها الفلويم. الاثنين دول فين؟ فاكر لما كنت بقول لك من شويه ان الستيم هي اللي مسؤوله ان هي تنقل لي الووتر والنيوترينز من الروتس بتاعت البلانت وتوصلها للليفز؟ يبقى الزايلم والفلويم الاثنين دول موجودين في الستيم بتاع البلانت. الزايلم بيعمل ايه؟ قال لي الزايلم هو اللي بيعمل بروسيس اللي انت لسه قايلاها دي، carry water and the nutrients from soil أو from roots، بياخدها من الروتس to leaves، هو اللي بينقلها من الروتس للليفز، يعني الدايركشن بتاعه طالع لفوق. طيب لو جينا اتكلمنا عن الفلوم العكس بقى، ده بيكاري ايه؟ قال لي ده البلانت بعد ما خلاص عمل الفود بتاعه وطلع الشوجر بتاعه، يجي بقى دور الفلوم. بيعمل ايه يا ميس؟ بياخد الشوجر اللي اتعمل في الليفز بتاعت البلانت ويبدا يوزعها على باقي البارتس بتاعت البلانت. يعني اقول له ايه؟ كاري فود او شوجر from leaves to all plant parts. ده بقى دور الفلو. تمام؟ طيب الدايركشن بتاعها بيكون نازل لتحت، ومن هنا فهمنا ان الحاجتين دول كل واحده فيهم one way direction. الزايلم الدايركشن بتاعه لفوق، طب والفلو الدايركشن بتاعه لتحت، ان هو بيبقى من الليفز للروتس او لباقي البلانت، انما الزايلم من الروتس للليفز، يعني الدايركشن بتاعه لفوق. طب ده بالنسبه للترانسبورت سيستم اللي هو موجود in plant. ده بالنسبه له. لما اجي اتكلم على السيركولاتري سيستم، بس ده اللي موجود in human، احنا عندنا سيستم شبه الترانسبورت سيستم ده برضو مسؤول ان هو ينقل لي الاكسجين وينقل لي النيوترينز اللي موجوده عندي ويوصلها لكل البادي بارتس. ومن هنا برضو رجعنا وقسمناه، قلنا السيركولاتري سيستم ده بيتكون من ايه؟ قال لي اول حاجه السيركولاتري سيستم بيتكون من الهارت، واحنا اكيد عارفين الهارت كويس. طيب هرجع افكرك يعني ايه هارت. الهارت هو اورجن موجود هنا. طيب بيس بيعمل ايه؟ it consists of 4 chambers، بيتكون من 2 atria و 2 ventricles. طب ايوه كان بيعمل ايه برضو؟ كان بيعمل بامب للبلاد، هو اللي بيضخ الدم لكل البودي بارتس اللي موجوده في جسمي. بس كده؟ لا، كمان بيعمل ريسيف للبلاد ده تاني اللي هو جاي له من كل البودي بارتس. تمام؟ ده بالنسبه للهارت. طب تاني حاجه بقى قال لي بيتكون من البلاد فيسلز. مين بقى البلاد فيسلز؟ البلاد فيسلز اللي عندي هم شبه الزايلم والفلوم شويه، في حته ايه؟ قال لي مثلا عندي حاجه اسمها الاتريا، وعندي حاجه اسمها الفنتريكلز، الفينز قصدي،
arches arches, veins, blood, capillaries, طيب لما اجي اتكلم عن الارترز فكرتها ايه؟ احنا جوه الجسم بتاعنا عندنا بلاد. طيب البلاد فيسلز، يعني ايه بلاد فيسلز؟ بلاد تيوبس اللي بتنقل البلاد من الهارت بتاعي وتوصله لكل البودي بارتس، دي اسمها arteries. يبقى تاني it's blood vessels that carry blood، هي بتنقل البلاد بتاعي وتوصله من الهارت وتوديه لكل البودي بارتس، دي اسمها ايه؟ arteries. طب البلاد ده اللي بيميزه ان هو بيكاري oxygen and nutrients، هي اللي بتنقل البلاد اللي فيه oxygen ونيوترينز وتوصله للسيلز بتاعت جسمي بحيث ان هي تتغذى منه. تمام؟ ده الارترز. طب لو جينا اتكلمنا عن الفينز هيقول لك هي بلاد فيسلز برضو، بس بتكاري ايه؟ ده اللي نركز فيه. كاري بلاد ريتش ان ايه؟ لو قال لي هي بتاخد البلاد اللي هو فيه كربون دايوكسيد من البودي بارتس، العكس بقى، من البودي بارتس وترجعه للهارت بتاعي، ساعتها هو كده بيتكلم عن الفينز. طيب البلاد كابيلاريز ما بتجيش كتير في الاسئله، بس من باب العلم بالشيء هي بتكونكت ما بين الارترز والفينز في السيل، يعني هي اللي بتربط ما بين الارتري والفين جوه السيل نفسها او جوه الخليه. تمام؟ طيب بعدها بقى بنتكلم عن حاجه اسمها الريبرودكشن اللي موجود في البلانت. من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنقول ان هي تبع الفانكشن بتاع البلانت، كنا بنقول ميس هو عنده الثري بارتس بتاعته سواء روتس او ستم او ليفز، احنا عرفنا الفانكشن بتاعت كل واحده فيهم. بس انت قلتي لي ان في بلانتس فيها فلاورز وفي بلانتس لا، في بلانتس فيها فروتس وفي بلانتس لا. يا ترى ايه هي اهميه الفلاورز؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه، ده الجزء بتاع الفلاورز. الفلاورز قال لي اول حاجه ان هي reproductive part. يعني ايه؟ قال لي هي الجزء اللي مسؤول عن الريبرودكشن اوف ذا بلانت، وده مصطلح موجود عندك. يعني ايه reproduction of the plant او plant reproduction؟ ان يبقى في نيو بلانتس، فكره ان البلانت بيبقى طالع منه سيدز، والسيدز دي تبدا ان هي تروح لمكان تاني وتبدا ان هي تطلع بلانتس تانيه، ده كده اسمه البلانت ريبرودكشن. ان السيدز تروح مكان ونطلع بلانت تاني، ده كده اسمه البلانت ريبرودكشن. ميكينج نيو بلانتس، ان انا بعمل بلانتس جديده من السيدز القديمه، ده كده اسمه بلانت ريبرودكشن. طب ايه علاقه الفلاورز بالموضوع؟ ما هي الفلاورز هي اللي بتعمل ايه؟ make أو forming seeds. جوه الفلاورز السيدز بتبدأ تتكون. طيب بعدها هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها seed dispersal. يعني ايه ميس seed dispersal؟ الكلمة اللي أنا كنت لسه قايلها لك من شوية. ميس أنا كان عندي البلانت ده سي موجود هنا، الفلاور بتاعته هنا. طيب اتكون سيدز هنا، ان السيدز تبدا تتنقل وتروح لمكان تاني، ده كده اسمه seed dispersal. يبقى transferring of seeds from its place to another place، وتبدا ان هي تعمل لي بلانت جديد. البروسيس دي اسمها seed dispersal. طب يا ترى ايه هي الويز اوف seed dispersal؟ هي السيدز بتتنقل لوحدها؟ لا، ما بتتنقلش لوحدها. بتتنقل ازاي؟ قال لي it can be transferred by wind. ده امتى؟ ده لو السيد بقى كانت خفيفه، light seeds. زي مين؟ example عندي سيد اسمها المابل seeds والدندوليان seeds. طيب number 2 it can be transferred by water. عندي seeds بتعمل floating على سطح الووتر. زي مين؟ الكوكونات seed. طيب عندي seeds تانية can be transferred by animals. animals fur أو human clothes. زي ايه؟
بيقول لي seeds بيبقى عندها spines او فيها زي شوك. الشوك ده لما انت بتبقى موجود في المكان ده بتبدا ان هي تلزق في هدومك. فايه اللي يحصل لما انت تروح مكان تاني تبدا ان انت تنفض هدومك. فانت كده كانك نقلت السيدز من المكان اللي انت كنت واقف فيه في الاول للمكان اللي انت نفضت هدومك فيه في الاخر. فانت كده ساعدت في السيد dispersal. تمام. فده كانت way number 3. كانت زي الباردك سيدز. اوكي طيب. نمبر 4 عندي من هي by eating او eating by animal. يعني ايه؟ ان animal مثلا ياكل البلانت في المكان ده. فطبعا السيدز الموجوده في البلانت تدخل جوه الدايجستيف سيستم بتاعه وتبدا ان هي يحصل لها اكستراكشن او كده بقى بس في مكان تاني. ان هو يبدا ان هو يطلع السيدز دي بس في مكان تاني. تمام. يبقى by animals stool زي مين؟ apple seeds and tomato. اوكي طيب. بعدها هنبدأ نتكلم عن حاجة ليها علاقة بالايكو سيستم وبالليفينج اورجانيزمز. أول حاجة أنا محتاجة أصلا في البداية أعرف يعني إيه ايكو سيستم. إيه مثل الايكو سيستم ده؟ الايكو سيستم كان بيقول لي هو البليس أو الاريا أو البوزيشن اللي كان كونتين حاجتين أو في حاجتين مثل الليفينج والنون ليفينج. إيه الفرق ما بين الليفينج والنون ليفينج؟ الليفينج هي الكائنات الحيه اللي هي كان eat respire drink كان grow كان reproduce. الحاجات دي كلها هي بتعرف تاكل وبتشرب وبتتنفس وبتكبر بتنمو يعني. وكان reproduce ان هي مثلا تجيبها بيبيز او كده. ده بالنسبه لمين؟ الليفينج اورجانيزمز. طب النون ليفينج الحاجات التانيه بقى اللي هي مثلا الحاجات ما بتعرفش تعمل كل ده. طب معلش انا عايزه اكزامبلز اكتر عشان الموضوع يبقى اوضح لي. الليفينج باختصار زي مين؟ plants animals humans. ده بالنسبه للليفينج. النون ليفينج بقى هي باقي الحاجات التانيه. يبقى الايكو سيستم consist of living and non living. ده بالنسبه للايكو سيستم. بعدها بدانا نتكلم عن we all as living organisms need energy. كلنا محتاجين الانرجي سواء بقى كنا plant سواء كنا animal سواء كنا humans. كلنا بلا استثناء محتاجين الانرجي دي. طيب ازاي بنوبتين الانرجي دي وازاي احنا ممكن نحصل عليها؟ اول حاجه احنا محتاجين الانرجي عشان نعمل اي اكتيفيتي doing exercise بقى running اي حاجه. حتى لو بتثينك حتى لو انت قاعد بتفكر حتى لو انت قاعد نايم ما بتعملش حاجه انت برضو جسمك محتاج الانرجي. طيب ازاي بقى بناخد الانرجي؟ زي ما قلت لك how living organisms obtain energy. هو البلانت بياخد الانرجي زي الانيمالز زي الهيومنز؟ لا مختلفين. اول حاجه جينا قسمنا الجزء ده ل 3 types او جينا قسمنا living organisms according to obtaining food عن طريق لثلاث حاجات. بص بقى لو جينا اتكلمنا عن اول تايب اللي هو البروديوسرز ده اول نوع. يبقى احنا قسمنا living organisms according their way عن طريق بقى طريقتهم ان هم ازاي بيوبتين الانرجي او ازاي هم بياخدوا الفود بتاعهم عشان يجين الانرجي لثلاث حاجات. اول حاجه البروديوسرز وهم البلانتس. مالهم يا ميس؟ بياخدوا الفود بتاعهم ازاي؟ زي ما احنا كنا دارسين في concept 1 هم can make their own food by themselves. يبقى اول حاجه تتقال لي في البروديوسرز they are living organisms. طيب حلو. وبعدين that can make its own food by themselves. طب بيعتمدوا على بلانت تاني وعلى انيمال تاني وعلى اي حاجه تانيه عشان ياخدوا منها الانرجي؟ ده ما بيحصلش. هم شاطرين وبيعرفوا يعملوا الفود بتاعهم بنفسهم. ده بالنسبه للبروديوسرز. طيب تاني تايب اسمه الكونسيومرز. دول مالهم؟ دول بقى مش بيدبند. يعني مثلا الكونسيومرز دول بيبقوا انيمالز عموما. دول بقى ايه؟ depend on another living organisms. تفهم من كلامي ايه؟
they can make its own food. الكونسيومرز بتعرف تعمل فود بتاعها؟ لا، ونتيجه ان هي ما بتعرفش تعمل فود بتاعها لنفسها، هي بتعتمد على ليفنج اورجانيزمز ثانيه علشان تاخد منها الانرجي. طيب الكونسيومرز دول كلهم نفس النوع؟ لا، مش كلهم نفس النوع، لان احنا لقينا ان الفئه دي كبيره جدا جدا جدا. فحتى الكونسيومرز احنا هنبدا نقسمها. قال لي الكونسيومرز دي احنا ممكن نقسمها نمبر 1 لبرايمري كونسيومر، نمبر 2 secondary consumer، نمبر 3 tertiary consumer. طيب الفرق ما بين الثلاثه ايه؟ البرايمري كونسيومر هم بيديبند على ليفنج اورجانيزم تاني عشان ياخدوا منه الانرجي، بس بيعتمدوا على مين؟ على البلانت. يبقى البرايمري كونسيومر they are living organisms، بس مين اللي بياكلوا البلانت؟ زي مين يا ميس؟ زي الماوس، زي الرابت. تمام؟ طيب لو جينا نتكلم عن السكندري كونسيومر بيعتمدوا على ليفنج اورجانيزم تاني عشان ياكلوه، بس بيبقى مين؟ البرايمري اللي قبلهم. يبقى eat primary. زي مين يا ميس؟ زي السنيك مثلا. طيب لو جينا اتكلمنا عن التيرشري كونسيومر they eat السكندري كونسيومر. تمام؟ زي مين؟ اهو eat secondary. زي مثلا اقول لك الهوك. يبقى تعالى كده نرتبها. انا عندي الموضوع ماشي ازاي؟ انا يا ميس كان عندي جراس او كان عندي بلانت زي ما انت شايفه بالمنظر ده. مين اللي اكله؟ ليتس سي الماوس. الماوس اكل البلانت، يبقى ده على طول انا بصنفه ان هو برايمري. طيب السنيك اكل الماوس اللي كل البلانت، يعني هو اكل البرايمري، فهو كده بقى السكندري. طيب الهوك اكل السنيك اللي كل الماوس اللي كل البلانت، يعني الهوك اكل السكندري، يبقى انا كده سميته التيرشري. وعشان ما تتلخبطش، الحاجه اللي بتاكل الحاجه اللي قبلها دي باسمها اسمها، يعني ايه؟ حاجه اكلت البرايمري فهي مش تبقى برايمري، هي هتبقى السكندري، هي بقت اعلى منها. طيب حاجه بتاكل السكندري مش تبقى سكندري بقى، هتبقى التيرشري. تمام؟ طيب نمبر 3 حاجه عندي اسمها الديكومبوزر. ده الثيرد تايبس اوف living organism. دي كومبوزر. يعني ايه بقى؟ ايه مش فكره الديكومبوزر دي؟ قال لي الديكومبوزر ده لو اي ليفنج اورجانيزم، سواء بقى بلانت سواء انيمال سواء هيومن سواء اي حاجه، ديد، اي حاجه من دول ماتت. البلانت ده مات، الماوس مات، السنيك مات، الهوك مات، اي حاجه من دي ماتت. الديكومبوزرز هتبدا ان هي تطلع عليها وتعملها ديكومبوزيشن. يعني ايه ديكومبوزيشن؟ تبدا تطلع عليها وتبدا تحللها. يعني باختصار كده هي موجوده قدامها كده، الديكومبوزر بقى ما يجيبهاش الوضع، تبدا تحللها. يعني تبدا ان هي تكسرها او تعمل لها breaking down into very small particles. البارتكلز الصغننه دي انا بسميها نيوترينز. تمام؟ وتبدا ان هي ترجع النيوترينز دي توديها للسويل. تمام؟ لما تروح للسويل مين بقى اللي ممكن يستفيد بيها؟ البلانت، لان البلانت بياخد النيوترينز وكان بياخد معاها الووتر ويبدا ان هو يطلعها لفوق، يعمل فوتوسينثيسيس ويعمل البلانت بتاعه. فبنعيد السايكل من الاول او بنعيد السيركل من الاول. تمام؟ طيب من الاخر جزء انا لسه قايله لك فكره ان كل حاجه بيعتمد عليها ليفنج اورجانيزم تاني. يعني ايه؟ يعني من بدايه الجزء ده هبدا اكلمك في حاجه اسمها الفود تشين. يعني ايه فود تشين؟ هو موديل او نموذج shows how energy flow in او between living organisms. وده مهم قوي وبيطلب مني في الامتحان ان انا اعمل له فود تشين من الاورجانيزمز اللي هو حطها لي دي. ازاي ده بيحصل؟ يعني ايه فود تشين؟ بقول لك هو موديل، هو نموذج انا بشرح بيه ازاي الانرجي بتتنقل ما بين الليفنج اورجانيزم. يعني باختصار كده جيت رسمت لك وقلت لك انا كان عندي بلانت، البلانت ده eaten by mouse. فباختصار كده انا شرحت لك ان في فلو اوف انرجي حصل ما بين البلانت وراح للماوس. طب الماوس ده is eaten by snake. طيب السنيك ده is eaten by hawk. تمام؟
ففكره ان انا قلت لك ان الانرجي اتنقلت من البلانت راحت للماوس، راحت للسنيك، راحت للهوك. ده كده انا بقول عليه ان هو اسمه فود تشين. تمام. طيب في حاجه كومبليكيتد اكتر عن الفود تشين اسمها الفود ويب. طب ميس معلش يعني ايه فود ويب؟ غير بقى حته ان انت قلت لي ان هي مور كومبليكيتد عنها. الفود تشين كانت باختصار كده بتشرح لك الفلو اوف انرجي من ليفنج اورجانيزم للتاني للتالت، كل واحد فيهم في مرحله. يعني ايه باختصار كده؟ هي قالت لك ان البلانت مين اللي بياكلوا هنا او ايتن باي ايه؟ باي ماوس اونلي. السنيك بياكل ايه؟ ماوس اونلي. هي بتقول لك فود تشين واحده ان هو ده هياكله ده، ده هياكله ده، ده هياكله ده، خلصت. الفود ويب بتديني زي مثلا دايجرام او بتديني موديل بس ما بين كذا ليفنج اورجانيزم، الموضوع مش مقتصر على دول. يعني مثلا لو جيت رسمتها لك، انا هقول لك يا عم انا كان عندي بلانت هنا. البلانت ده بقى ركز معايا بيتاكل عن طريق ايه؟ اول حاجه عن طريق انسكت. الانسكت ايتس ا بلانت. طيب عن طريق ماوس، عن طريق رابت. طيب انا ما عنديش حاجه واحده بتاكل بلانت، ده انا عندي اكتر من ليفينج اورجانيزم. طب الانسكت ده is eaten by frog. طب الماوس ده is eaten by snake. طيب الرابت ده let's say it's eaten by ايه الحاجه اللي ممكن تاكل رابت؟ let's say hawk مثلا. طيب الهوك ده ممكن ياكل السنيك، والسنيك ده ممكن ياكل الفروج. انت ملاحظ ان الموضوع ايه؟ مش سموث زي ما انا قلت لك فوق اللي هو حاجه بسيطه، ده هياكل ده، ده هياكل ده. الموضوع هنا كومبليكيتد، معقد. باختصار كده انت ممكن تقول ان الفود ويب دي عباره عن اكتر من فود تشين. فود تشين 2 و3 و4. يعني هنا ممكن اقول لك ان البلانت is eaten by rabbits eaten by hawk. ممكن اقول لك هنا ان البلانت is eaten by mouse which is eaten by snake. ممكن اقول لك هنا ان البلانت is eaten by insect which is eaten by frog which is eaten by snake which is eaten by hawk. اوكي؟ يبقى انت فكره ان الفود ويب انا ما عنديش فود تشين واحده، عندي اكتر من فود تشين. تمام؟ يبقى اكتر كلمه او اصح كلمه تستخدمها ان interconnected food chains. او يقول لك باختصار كده هو موديل برضه بيوضح الفلو اوف انرجي بس مش ما بين بقى ليفنج اورجانيزمز، بين different types of living organisms. ده انا عندي living organisms كتير قوي بيحصل فلو للانرجي ما بينها، فهنا انا بستخدم مصطلح الفود ويبس. تمام؟ يبقى هي interconnected food chains. طيب تعالوا بقى نشوف الاسئله بتاعه البارت ده بتقول لنا ايه، او اهم الاسئله اللي موجوده على منهج اكتوبر. كل سؤال واحنا بنحله هبدا اقول لكم كده سريعا ايه فكرته. تعالوا كده نشوف الاسئله بتاعتنا بتقول ايه. لو جينا نبدا بالاسئله بتاعت كونسبت 1 كونسبت 1 اللي موجود في يونت 1. The plant produces what through the photosynthesis process which gives needed energy to grow. يعني البلانت بيديني ايه او ايه الحاجات اللي البلانت بيطلعها من الفوتوسينثيس؟ البلانت لما بيعمل فوتوسينثيس بيطلع حاجتين، بيطلع الاكسجين وبيطلع الشوجر. طيب اركز شويه، هو بيقول لي ان الجزء اللي بيطلع ده بيعمل ايه؟ gives the plant needed energy، بيدي البلانت انرجي. يبقى ده اكيد بيتكلم عن الشوجر، لان الاكسجين we use it to respire. تمام؟ طيب الووتر والكربون دايوكسيد ده البلانت بيحتاجهم مش بيطلعهم. الجزء اللي عندي بيقول لي ده what of plant absorb water and nutrients from the soil. ايه الحاجه اللي موجوده في البلانت وزي ما شرحت لك في الاول هي بتابزورب او بتاخد الووتر والنيوترينتس من السويل. طبعا دي انا كنت بقول عليها plant roots. Plant takes what from the air to make its own food. ايه الجاز او الحاجه اللي هو البلانت بياخدها من الاير عشان يعمل الفود بتاعه؟ طبعا كان الكربون دايوكسيد جاز، لان الووتر بياخدها من السويل والاكسجين هو بيطلعه مش بياخده، والشوجر كمان نفس الحاجه. What and what are from the plant needs that help it to make photosynthesis process. البلانت عشان يعمل photosynthesis process زي ما رجعت لك في الاول محتاج 3 حاجات اساسيين. اول حاجه السان لايت، تاني حاجه الكربون دايوكسيد، تالت حاجه الووتر اللي بتجيله من السويل.
طيب مين فيهم بقى الحاجات اللي انا قلت لك عليها؟ السانلايت والكربون دايوكسيد. اللي بعده بيقول لي without what the plant cannot grow well. ايه الحاجه اللي من غيرها البلانت مش هيعرف يعمل growing؟ لو ووتر او سانلايت او كربون دايوكسيد هختارها، غير كده لا. هنا انا عندي السانلايت، تميس الانسكتس والروكس والمونلايت عادي بينمو من غيرهم عادي جدا. There are what in the plant roots that help the plant to get more water and nutrients. ايه الحاجة اللي موجودة في البلانت روتس وبتساعده ان هو ياخد more water من او more nutrients من السويل؟ كنت بقول لك بيطلع له زي روت هيرز او هيرز كده موجودة في الروتس بتاعته. طيب الحاجات دي كلها هل دي اصلا موجودة في الروتس بتاعت البلانت؟ لا. الباقي السؤال اللي بعده بيقول لي what plant has a climb stem؟ بوينت الستمز يا شباب هرجعها لكم دلوقتي بسرعه. انا عندي different types of stem. يعني ايه؟ البلانت ممكن اول حاجه يبقى عنده حاجه اسمها الابرايت ستم. يعني ايه الابرايت ستم؟ عارفين الستم اللي هي بتبقى طالعه لفوق مفروده كده؟ دي بتكون موجوده in flowers. طيب نمبر 2 بيكون عندي حاجه اسمها الكلايم ستم. يعني ايه كلايم ستم؟ الستم اللي هي مش بتبقى طالعه ابرايت كده، مش بتبقى طالعه لفوق، لا ده هي كانها سنده مثلا على حاجه ثانيه جنبها عصايه او حاجه عشان تطلع. دي موجوده في الفاينز او العنب. تمام؟ طيب نمبر 3 حاجه اسمها التيوبر ستم. ايه مثل التيوبر ستم؟ احنا متعودين ان الستم بتكون طالعه لفوق. طب عمرك شفت ستم extend underground ان هي نازله لتحت زي اللي موجوده في البوتيتو؟ احنا كده upright وكلايم وتيوبر، وكان عندنا حاجه اسمها الرانر ستم. ايه فكره الرانر ستم؟ ستم بتكون موجوده على الارض كده وايه؟ وبتبقى طالعه بالشكل الفيرتيكال دي كأن هي ايه؟ ماشيه على الارض. طيب فهنا انا هختار ايه؟ وطبعا اخر حاجه الوود ستم. الوود ستم دي بتكون موجوده في التريز عموما. اي تري لما تيجي تبص للستم بتاعتها بتلاقيها معموله من الوود، فهي موجوده في التريز، موجوده في حاجه اسمها الشرانكس، الشابس قصدي. الشابس دي اصلا عباره عن هي شجر بس شجر صغنن، اسمها بالعربي الشجيرات. تمام؟ فالوود ستم دي موجوده in trees and shrubs. trees shrubs. اوكي؟ طيب بيقول لي بقى انهي بلانت فيهم اللي عنده كلايم ستم؟ الفاين، او زي ما قلت لك الان. طيب اللي بعده plant makes their food by process known as photosynthesis. البروسيس اللي البلانت بيعمل بيها الفود بتاعه ان هو ياخد كربون دايوكسيد وصنلايت ووتر ويبدا ان هو يطلع لي الشوجر بتاعه ويطلع لي معاه اكسجين، دي كان اسمها الفوتوسينثيسيس بروسيس. A potato plant has أو an what stem؟ ايه نوع الستم اللي موجودة في البوتيتو؟ لسه شرحها، كانت tuber stem وكانت بتextend underground. Water and nutrients are carried from roots to the leaves of the plant. Through what؟ لو جينا رسمنا الاستراكشر بتاع البلانت اهو. الروتس عارفين ان هي خدت الووتر والنيوترينتس من السويل، فخلاص هي موجودة هنا. مين بقى اللي بتنقل الووتر من الروتس هنا وتوصلها للليفز؟ دي طبعا الستم. بيقول لي plant use what during the photosynthesis process؟ ايه هو اسم الجاز اللي البلانت بيحتاجه عشان يعمل photosynthesis؟ كان اسمه كربون دايوكسيد جاز. طب الاكسجين ميس ده هو كان بيجيت ريد اوف اكسجين، او هو كان بيطلع لي اكسجين من الفوتوسينثيسيس، يبقى مش ده اللي محتاجه. النيتروجين مش عليك، الشوجر ده انا بقول لك على جاز. تمام؟ بلس بوينت تانية ان انا بقول لك يوز ايه الحاجه اللي البلانت بيحتاجها مش بيطلعها. طيب البوينت اللي بعدها بيقول لي food materials are transported from the leaves to the other parts through what؟ بيقول لي بقى
فاكر لما شرحت لك من شويه الزايلم والفلوم، مش كنت بقول لك انا عندي بلاد فيسلز بتاخد الفود من البلانت وتبدا ان هي تنزله وتوصله لباقي البورتس بتاعت البلانت. الجزء ده انا كنت بقول عليه ان هو اسمه الفلوم. طيب what absorbs the sunlight that the plant needs to make food؟ ايه الحاجه اللي موجوده في البلانت وبتساعده ان هو يابزورب السانلايت؟ الليفز. تحديدا يا ميس، ايه الحاجه اللي موجوده في الليفز اللي بتساعدها ان هي تعمل ابزورب السانلايت؟ الكلوروفيل. يبقى البارت اللي بيعمل ابزورب السانلايت الليفز، نتيجه لوجود ايه فيها؟ حاجه اسمها الكلوروفيل. طيب water and nutrients are transported from roots to the leaves through what؟ الووتر والنيوترينز عشان تتنقل من الروتس نفسها بتاعت البلانت وتوصل للليفز فوق بتتنقل عن طريق الستيم. تحديدا عن طريق ايه في الستيم؟ عن طريق بارت اسمه الزايلم. اللي بعده بيقول لي flowers produce what for reproduction؟ ايه الحاجه اللي الفلاورز بتطلعها عشان تعمل بيها ريبرودكشن؟ السيدز. زي ما جيت شرحت لك من شويه، كنت بقول لك البلانت عشان يعمل ريبرودكشن، يعني ايه ريبرودكشن؟ making new plants. ان انا عندي بلانت قديم عايزه يبقى عندي بلانتس اكتر وبلانتس جديده تطلع لي. ايه البارت المسؤول عن الموضوع ده؟ الفلاورز. اصل الفلاورز بتتكون جواها حاجه اسمها السيدز او البذور بتاعت البلانت. السيدز دي لما يحصل لها dispersal او تبدا ان هي تتنقل تروح مكان تاني، دي اللي بتعمل لي البلانتس الجديده. يبقى باختصار كده الفلاورز بتعمل ايه؟ بتعمل السيدز. What are pores on the surface of plant leaves that allow gases to move into and out of the plant؟ زي ما شرحتها لك في جزء الشرح اللي في البدايه. الليفز بتاعت البلانت علشان تبدا ان هي تدخل الكربون دايوكسيد وتجيت ريد اوف الاكسجين، كان فيها بورز، كان فيها اوبننجز، كان فيها بالعربي كده فتحات. الفتحات دي اسمها الاستامتا، هي اللي كانت بتسمح لها ان هي تجيت انتو الجازز، ان الجاز تدخل لها والجازز تخرج منها. Green plants can make their own food through their what؟ الجرين plants ممكن تعمل فود بتاعها عن طريق ايه؟ عن طريق الليفز. زي ما كنت بقول لك الفوتوسينثيز اصلا بتحصل في الليفز، والفوتوسينثيز هي العمليه اللي البلانت بيعمل فيها الفود بتاعه. يبقى البلانت بتعمل الفود بتاعها في الليفز عن طريق بروسيس اسمها الفوتوسينثيز. what can make their own food؟ ايه الحاجه من التشويسز دي اللي بتعمل الفود بتاعها بنفسها؟ البلانتس yes it can make its food او its own food by itself عن طريق بروسيس اسمها الفوتوسينثيز. طب الانيمالز بيعرف يعمل الفود بتاعه لنفسه؟ لا، الانيمالز بياكل ليفنج اورجانيزمز ثانيه، ممكن ياكل بلانت، ممكن ياكل انيمال تاني زيه. طيب الهيومنز كهيومن ما بنعرفش نعمل الفود بتاعنا لنفسنا. يعني انت مثلا تقف في الشمس تقول لنا هاخد سان لايت وشويه ووتر واعمل الفود بتاعي؟ لا. طيب البلانت وباقي الانيمالز، البلانت انما وشويه انيمالز، مفيش انيمال في الدنيا بيعرف يعمل الفود بتاعه بنفسه. الحاجه الوحيده اللي كان make its own food by itself هي البلانتس. What carry the blood rich in oxygen and glucose from the heart to the body cells؟ يعني ايه؟ من شويه لما كنت بشرح لك كنت بقول لك البادي بتاعي كان فيه ايه؟ كان في vessels او تيوبس. التيوبس دي بتنقل البلاد، بس على حسب انهي بلاد. والله لو البلاد اللي هو carry oxygen and nutrients بتنقله من الهارت to all body parts، فالبلاد فيسلز دي انا هقول عليها ان هي اسمها arteries. طيب لو البلاد فيسلز دي كانت بتنقل البلاد او carry blood بس which is rich in carbon dioxide او مثلا في low amount of nutrients، ساعتها يبقى هقول على الفيسلز دي ان هي اسمها veins. فدلوقتي هو بيقول لي هي بتكاري البلاد اللي ريتش ويز اوكسجين، يبقى انا كده بتكلم عن الارتريز. طيب الجزء اللي بعده بيقول لي plants use the energy of what to produce their food؟ البلانت بياخد الانرجي بتاعته منين؟ من الصن، ومعاها شويه ووتر وكربون دايوكسيد ويعرف يعمل الفود بتاعه. طب بالنسبه لي التشويسز بياخدها من الويند؟ لا. المون اكيد برضو لا. والباتريز ما بحطش البلانت بطاريه عشان يعمل الفود بتاعه. The what in the leaves allow air to enter the plant؟
ايه الحاجه اللي موجوده في الليفز وبتسمح لها ان هي تدخل الجازز وتطلع الجازز؟ لسه حليني السؤال ده كتير قوي، كان اسمها الاستومك. اللي بعده بيقول لي stomata are present on plant what؟ هي الاستوماتا دي كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الليفز نفسها بتاعت البلانت، انما اكيد مش موجوده في الروتس اللي هي موجوده تحت خالص، ولا موجوده في الستمز، ولا موجوده في الفلاورز. طيب the kind of stem that extend underground are called what؟ نوع الستم اللي هي كانت بتبقى extend underground يعني ايه؟ يعني هي مش طالعه لفوق كده، ده هي السطح كده بتاع السويل هي بتبقى نازله لتحت. كنت بقول لك عليها ان هي اسمها تيوبر ستم، ودي كانت زي البوتيتو. طيب the blood rich in carbon dioxide، الحته دي لسه شرحها لك تاني. البلاد بقى اللي هو جواه كربون دايوكسيد وبيرجع او بيتحرك مثلا من البودي بارتس ويروح للهارت، ده كان بيتنقل عن طريق مين؟ عن طريق الفينز. طيب the reproductive parts of many plants are flowers. الريبرودكتيف بارتس او الاجزاء اللي مسؤوله ان هي تعمل السيدز بتاعت البلانت، فالسيدز دي تروح مكان تاني وتعمل نيو بلانتس، يبقى دي فعلا الفلاورز. اللي بعده بيقول لي green plants make photosynthesis process in the roots. هي الجرين بلانتس بتعمل فوتوسينثيسيس بتاعها في الروتس، ولا زي ما كنت بقول لك هي بتعمله في الليفز؟ كانت بتعمله في الليفز علشان الليفز كانت هي اللي فيها ستاميتا فبتاخد الكربون دايوكسيد، كان فيها كلورفيل فكانت بتاخد السنلايت، كان بيوصل لها عن طريق الزايلم الووتر الموجوده في الروتس ويطلع لها الووتر فوق، فكان باختصار عندها كل الحاجات او كل النيدز بتاعه الفوتوسينثيس، فكان بالتالي بيحصل جواها الفوتوسينثيس. بيقول لي coconut seeds can float in water. True. زي ما جينا قسمنا في السيد dispersal الويز اوف dispersed السيدز، كان عندي سيدز كده كانت بتفلوت على الووتر، كانت الكوكونات سيد. طيب a green plant can grow well if it's placed in dark room for many days. كان عندي بلانت بدأت ان انا اشيله من تحت الصن وحطيته جوه دارك روم او جوه اوضه ضلمه مفيهاش اي نور، ايه اللي هيحصل؟ هيفضل يميس كان جرو بقى ويفضل عايش وكده، ولا ايه اللي هيحصل له؟ لا طبعا فولس. طب كنا بنلاحظ ايه فيه؟ اول حاجه ان الليفز بتاعته بتتحول من الكالر اللي هو الجرين اللي انا متعوده عليه ده، بتبقى بيل يلو او بيل جرين، اخضر فاتح قوي لدرجه ان عارف لما البلانت يبهت كده ده اللي بيتحول له. وده غير طبعا ان البلانت نفسه بيبقى ضعيف قوي، ممكن لو انا سبته وقت اكتر ان هو يموت او كده. طيب اللي بعده بيقول لي tomato seeds are light so they can disperse through the air. طبعا false. طب ليه مش false؟ السيدز اللي هي اللايت كان عندي اتنين، كان عندي المابل سيدز والدنداليان سيدز. طيب ميس التوميتو دي لا، ولا التوميتو ولا الابل كانت تبع ده، كانت تبع ايه؟ كانت تبع السيدز اللي هي which is eaten by animals، والانيمالز بيعملها ستول او بيعملها اخراج يعني في مكان تاني. اوكي، فدي طبعا هتبقى false. اللي بعده بيقول لي veins return the blood rich in carbon dioxide gas to the heart. الفينز فعلا هي بتنقل البلد او بتكري البلد، بس انهي بلد؟ اللي فيه كربون دايوكسيد صح، وتوصله للهارت. plants make their own food by respiration. false. ازاي البلانت بيعرف يعمل الفود بتاعه؟ ما كانش عن طريق بروسيس اسمها respiration، كان عن طريق بروسيس اسمها photosynthesis. طيب اللي بعده بيقول لي ايه بقى؟ arteries are vessels in the human circulatory system that carry blood rich in carbon dioxide gas. هي الارتريز هي اللي بتشيل البلد اللي جواه كربون دايوكسيد ولا اللي كان جواه اكسجين؟ لان اللي كانت بتشيل البلد اللي جواه كربون دايوكسيد دي كانت الفينز مش الارتريز. اللي بعده بيقول لي Bardic seeds اللي هي السيدز اللي كان فيها spines
طيب بيقول لي they can stick to animals fur. فعلا كانت ممكن تلزق في الانيمالز fur او في الهيومن كلوز، وتبدا ان هي عن طريق كده تروح وتتنقل لمكان تاني. بيقول لي plants stem absorb oxygen gas from the air. الستم بتاعت البلانت هي اللي بتعمل absorb الاكسجين جاز الموجود في الاير. الجمله كلها غلطات اصلا. اول حاجه البلانت بيبقى عنده ليفز، والليفز دي نتيجه وجود الستامتا فهي اللي كانت بتدخل الكربون دايوكسيد جاز كمان مش الاكسجين. فانا هنا عندي غلطتين، فطبعا الجمله كلها غلط. Carbon dioxide gas is one of the plant's needs that helps it to grow and survive. طبعا true. طب هو لوحده؟ معنى السؤال ايه؟ بيقول لي هو الكربون دايوكسيد من النيدز المهمه بتاعت البلانت عشان يعمل growing او يعمل survive، عشان يعيش بقى ويكبر والحاجات دي كلها. الكربون دايوكسيد ومعاه الووتر ومعاه السانلايت هم دول الثري نيدز، فطبعا السؤال صح. اللي بعده بيقول لي the soil is not from the basic needs for the plant. هي السويل مش من البيزك نيدز بتاعت البلانت؟ طبعا صح، لان احنا خلاص حفظنا مين هم البيزك نيدز اللي هم زي ما احنا اتفقنا السانلايت والكربون دايوكسيد والووتر. طب جه قال لي السويل مش من بيزك نيدز ليه؟ لان احنا عملنا تجربه رحنا اخدنا فيها السيدز وحطيناها في بيبر تاول وحطينا عليها ووتر وسيبناها شويه ولقينا السيدز ان هي بتكبر عادي جدا وبتعمل جرو في الاول عادي قوي. فاذا السيدز مش من البيزك نيدز. اللي بعده بيقول لي the transport system. كنت بقول لك السيستم اللي مسؤول ان هو يكاري الووتر والنيوترينز جوه البلانت. does the same function of the circulatory system in human. طبعا صح. حتى انا قلت لك زي ما الترانسبورت سيستم اللي موجود في البلانت ده بينقل الووتر والنيوترينز جوه البلانت، زي ما احنا عندنا السيركولاتوري سيستم اللي كان فيه ارترز وفيز بينقل الاكسجين والنيوترينز جوه البادي بتاعنا، فطبعا دي هتبقى صح. بيقول لي veins carry blood rich in oxygen and nutrients. الفينز بتنقل البلاد بس اللي هو فيه اكسجين ولا اللي كان فيه كربون دايوكسيد؟ او ممكن ابدل كلمه الفينز دي واحط ارترز، طالما ان هو بيشيل الاكسجين والنيوترينز يبقى ابدل فينز واحط ارترز. برضه بيقول لي in many plants flowers and are responsible for reproduction. البلانتس الجزء اللي فيها اللي مسؤول عن الريبرودكشن او مسؤول عن ان هو يعمل سيدز والسيدز دي تروح لاماكن تانية وتعمل لي بلانتس تانية، ده كان اسمه الفلاورز. طبعا صح. air enters the plant. الاير بيدخل للبلانت عن طريق ايه؟ عن طريق الروتس بتاعتها. لا، ما كانش عن طريق الروتس، كان عن طريق ايه ميس؟ كان عن طريق الليفز بتاعتها. حتى بالاماره الليفز دي كان جواها زي اوبننجز او فتحات كده اسمها الاستوماتا، دي اللي كان عن طريقها بيدخل الاير. اللي بعده بيقول لي plants seeds are formed inside the flowers. السيدز بتاعت البلانت بتتكون جوه الفلاورز. طبعا صح، شرحنا الفكره دي كتير جدا. complete. in plant leaves what energy is converted into what energy. جوه الليفز بتاعت البلانت، الليفز كان فيها كلورفيل، كانت بتاخد اللايت انرجي من الصن وتبدا تعمل بقى فوتوسينثيس بقى جوه البلانت والحاجات دي كلها وتطلع الشوجر. اللايت اللي جايه لي من الصن اسمها اللايت انرجي. طب ميس والشوجر اللي هي عملته ده اسمه كيميكال انرجي. يبقى light energy into chemical energy. تمام؟ Inside the green plants, sunlight allow carbon dioxide to combine with what? That's absorbed from the soil. يعني باختصار كده لما بيحصل photosynthesis السانلايت اللي جاي لي من الصن مع الكربون دايوكسيد معاها مين اللي جاي لي من السويل؟ الووتر طبعا. طب مين اللي بيعمل absorb الووتر من السويل؟ الروتس. Some seeds can be transported from one place to another by floating in the water. مين السيدز اللي بتتنقل عن طريق الووتر او عن طريق ان هي بتطفو على الووتر؟ الكوكونات سيد. او traveling by wind، بتبقى خفيفه قوي لدرجه ان هي تتنقل عن طريق الويند، دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها المابل سيدز.
اللي بعده بيقول لي complete the following. برضو بيكمل في أسئلة complete. There are 3 types of vessels in human circulatory system. احنا عندنا كام عندنا كام blood vessels في جسمنا؟ عندي أول حاجة اسمها الارترز زي ما قلت لك، ودي اللي كانت بتكاري البلاد اللي هو reaching oxygen oxygen and nutrients from the heart to body parts. تاني حاجة كانت عندي اسمها الفينز، دي بقى اللي كانت بتكاري البلاد اللي هو reaching carbon dioxide from the body parts to the heart. واخر حاجة البلاد كابيلرز، ودي اللي كانت بتلينك او كانت بتكونكت ما بين الارترز والفينز. طيب the stem carries water and nutrients from what to the what؟ الستم بتنقل الووتر والنيوترينز منين؟ من الروتس نفسها بتاعت البلانت. لو جيت رسمتها هنا بتنقلها من الروتس دي وتوصلها للليفز اللي موجوده هنا. يبقى بتنقلها من الروتس to the leaves of the plant. The photosynthesis process happen in plant what؟ ايه المكان اللي موجود في البلانت اللي الفوتوسينثيسيس كانت بتحصل فيه؟ الليفز بتاعت البلانت. طيب complete the following sentence. Plant produce what and what during photosynthesis process. البلانت بينتج ايه وايه عن طريق عمليه الفوتوسينثيسيس. ميزه البلانت لما كان بيعمل فوتوسينثيسيس كان بيطلع لي حاجتين: oxygen that we respire، الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، وتاني حاجه كان بيطلع لي الشوجر. يبقى sugar and oxygen. The nutrients and oxygen are transported through the human blood to body cells by the what system؟ النيوترينز والاكسجين تمام بتتنقل جوه الهيومن بلاد وتروح لكل البادي سيلز بتاعته عن طريق انهي سيستم؟ عن طريق سيستم عندنا اسمه السيركيلاتري سيستم. السيركيلاتري سيستم ده يا شباب هو اللي كان بيتكون من الارترز والفينز والبلاد كابيلرز، وكان فيه الهارت والحاجات دي كلها. زي ما اتفقنا الارترز كانت بتنقل البلاد اللي هو reaching oxygen and nutrients من الهارت توصله لباقي البادي بارتس. الفينز كانت العكس، فبالتالي السيستم ده هو اللي فعلا مسؤول ان هو ينقل الاكسجين والنيوترينز والحاجات دي كلها جوه البادي. طيب trees and other plants make food through the what process؟ التريز والبلانت تعمل الفود بتاعها عن طريق حاجه اسمها ايه؟ photosynthesis process. Complete the following sentence. Traveling by wind and floating on water are ways of what؟ يعني فكرة ان السيدز بتتنقل عن طريق الويند او عن طريق ان هي تطفو على الوتر عشان تروح من مكان لمكان تاني. الموضوع ده اسمه ايه؟ ده كان اسمه ways of seed dispersal. يعني ايه seed dispersal تاني للناس اللي مش فاكره؟ كنت بقول لك ان يحصل ترانسفير للسيدز من بليس وتروح لبليس تاني وتبدا ان هي تعمل بلانت في البليس التاني ده. arteries carry the blood reaching what and what؟ الارترز كانت تنقل البلاد اللي كان ريتش بايه او كان فيه ايه؟ كان فيه اكسجين and nutrients. Veins carry the blood that contains what gas؟ الفينز بقى بتنقل البلاد اللي هو فيه انهي جاز؟ كربون دايوكسيد جاز. طيب to all body parts from all body parts to the what؟ to the heart. لازم اعرف الدايركشن بتاع كل حاجه. الارترز بتنقل من الهارت to all body parts. طب الفينز from all body parts to the heart. complete هنا برضو تاني بيقول لي what return the blood that contains carbon dioxide gas back to the heart؟ ايه الحاجة اللي بتنقل البلاد اللي فيه كربون دايوكسيد وتوديه للهارت؟ طبعا لسه قايلين الفينز. طيب what carries the blood reaching oxygen and glucose from the heart to all organs او to all body parts؟ لسه حالين السؤال ده كتير قوي، كان الارترز. طيب what are the reproductive parts of plant؟ ده كان الفلاورز، هي اللي زي ما قلنا هي اللي كان بيتكون جواها السيدز. فالسيدز
السيدز دي هي اللي بتعمل لي new plants. It's system tubes. هو system of tubes through which water, nutrients and the plant food are carried to all over of the plant. السيستم ده كان اسمه ايه؟ plant transport system. البلانت ترانسبورت سيستم ده بيعادل السيركولاتري عندنا او قريب منه في الفكره بتاعته، ان هو بينقل الووتر والنيوترينز بقى والحاجات دي كلها ايه جوه البودي. There are vessels in plants through which water and nutrients move up from roots to the leaves. الفيسلز اللي بتكون موجوده جوه البلانت وبتنقل الووتر توصله من الروتس نفسها بتاعت البلانت وتطلعه للليفز، دي كانت الزايلم. طب لو جه قال لك عكس الكلام ده، قال لك هي فيسلز موجوده في البلانت بس بتنقل بقى الفود بتاع البلانت من الليفز وتوصله لباقي البورز، ده ساعتها هيبقى اسمها الفلو. يبقى اتس جاز taken from air. ايه الجاز اللي هو taken from air؟ الكربون دايوكسيد. طيب by the leaves to help the plant to make its own food، يبقى طبعا ده الكربون دايوكسيد. اول ما يقول لي جاز taken by plant ده معروف ان هو الكربون دايوكسيد. It's part of plant that carries water and nutrients from the roots to the leaves. ايه البارت اللي موجود في البلانت اللي بينقل الووتر والنيوترينز من الروتس نفسها بتاعت البلانت ويبدا ان هو يطلعها للليفز؟ طالما انقال لي part of plant يبقى انا كده هقول له stem. طب امتى يا ميس كنت اكتب له زايلم؟ تعالى كده ارجع لي السؤال اللي قبله. انا ليه هنا كتبت زايلم؟ عشان هو قال لي ان هي فيسلز. لما يقول لك فيسلز ساعتها تقول له زايلم. طب لو قال لك هو بارت اوف بلانت، احنا عارفين البارتس اوف بلانت هي يا اما روتس يا اما ستم يا اما ليفز يا اما فلاورز والفروتس، ودي مش موجوده في كله. يبقى هو لما يقول لي بارت اوف بلانت يبقى دي كده ايه؟ الستم. It's a gas released from plant during the photosynthesis. ايه هو الجاز اللي بيطلعه البلانت لما بيعمل photosynthesis؟ الاكسجين جاز. طيب اللي بعده It's a process by which plant make their own food using energy of sunlight. البروسيس اللي عن طريقها البلانت بيعمل الفود بتاعه عن طريق السانلايت اسمها الفوتوسينثيس بروسيس. طيب بيقول لي هنا they are parts of plants that are responsible for reproduction. ايه البارتس اللي موجوده في البلانت اللي مسؤوله عن الريبرودكشن؟ باختصار كده مسؤوله عن ان هي تعمل لي جواها السيدز بتاعت البلانت، والسيدز دي لما تروح مكان تاني تبدا تعمل لي نيو بلانتس هي الفلاورز. It's part of plant that carries water from roots to leaves. لسه حلينها الستم. cross out the odd word الروتس والستمز والليفز والسانلايت. طبعا هختار السانلايت. طب ميس ليه اخترت السانلايت؟ لان باختصار كده الروتس والستم والليفز كلهم بيعبروا عن نفس الحاجه اللي هو البارتس اوف بلانت، انما السانلايت مختلفه. انا ما بكلمكش في البلانت نيدز دلوقتي. طيب كربون دايوكسيد ووتر اكسجين ونيوترينز، يا ترى ايه الحاجه المختلفه؟ الاكسجين. طب ليه ميس الاكسجين؟ لان الكربون دايوكسيد والووتر والنيوترينز دي من الحاجات اللي البلانت بيحتاجها علشان يعمل الفود بتاعه، انما الاكسجين ده اوريدي الحاجات اللي البلانت بيطلعها. طيب give reason بقى. بيقول لي seeds of maple or dandelion seeds plant or dandelion plants can disperse through wind. هي ليه ممكن disperse او ممكن تتنقل من مكانها وتروح لمكان تاني عن طريق الويند؟ ده معناه ايه؟ لما اقول لك على حاجه ان هي ممكن تتنقل عن طريق الويند يبقى الحاجه دي it's very light. يبقى له because this seeds are very light. ان هي خفيفه قوي لدرجه ان هي ممكن تتنقل عن طريق الويند. طيب farmer found seeds. طيب الجزء اللي بعده بيقول لي give reason seeds of maple or dandelion plant can disperse through the wind. معنى ان حاجه بتتنقل عن طريق الويند ده معناه ان هي ايه؟ because it's very
light seeds. ده معناه ان هي لايت قوي او ان هي خفيفه قوي لدرجه ان هي بتتنقل عن طريق الويند. طيب a farmer found seeds that aren't from seeds of his farm. معنى ان الفارمر وهو بيتمشى في الفارم بتاعته لا ايه ده، النبات ده انا ما كنت زرعه هنا، طب هو ازاي جه هنا؟ عن طريق السيد ديسبيرسال. ايه اللي حصل؟ ان السيدز بتاعت البلانت اللي موجوده في مكان تاني بدا ان يحصل لها ديسبيرسال او بدات تتنقل وجت في الفارم بتاعته وبدات ان هي تطلع بلانت جديد. يبقى هقول له because seed dispersal. يعني ايه seed dispersal باختصار كده؟ يعني هقول له ان السيد حصل لها transferring from its place للفارمر، للفارم بتاع الفارمر. طيب لو حابه اكمل الانسر ممكن اقول له ان هي حصل لها seed dispersal او transferring by what؟ الاربع طرق، لا by wind or water or by animals fur or by human clothes او عن طريق او it may be eaten by animals. اوكي يبقى هقول له الاربع طرق بتوع السيد dispersal لو عايزه اكمل. The circulatory system has an important role for human survive. ايه اهميه السيركولاتري سيستم عند الهيومن؟ ان هو زي ما قلت لك ان هو بيعمل كاري او بيعمل ترانسفير للاكسجين والنيوترينز من الهارت للبودي بارتس. اقول له ترانسفير oxygen and nutrients through its body في البودي بتاعه. طيب roots have important role in photosynthesis process of plant. ايه اهميه الروتس في الفوتوسينثيز؟ الروتس كانت بتابزورب او كانت بتمتص ايه؟ water and nutrients from soil. وطبعا احنا عارفين ان البلاند بيحتاج الووتر عشان يعمل بيها فوتوسينثيز. اللي بعده بيقول لي the photosynthesis process is important for plants to survive. هي الفوتوسينثيز مهمه للبلانت عشان يعمل سرفايف فعلا. ليه؟ اصل الفوتوسينثيز بتساعد البلانت ان هو يعمل الفود بتاعه، والفود بتاعه مهم بالنسبه له عشان يعمل عشان يعني يجرو ويعمل سرفايف. يقول له because it helps the plant to make its own food, to grow and survive. الباردك سيدز can stick to animals fur. ليه الباردك سيدز ممكن هي تلزق في الانيمالز fur او في الهيومن كلوز؟ اقول له because هي كان عندها ايه؟ spines. it has spines فيها شوك، فالشوك ده بيبقى سهل ان هو ايه؟ يلزق في الانيمالز fur. it has spines. اللي بعده بيقول لي الفود is very important for humans. الفود مهم قوي قوي بالنسبه للهيومنز. هقول له to get energy. هو احنا من غير الفود هنعرف ناخد energy؟ to get energy to grow and survive and do all activities. احنا من غير الانرجي مش هنعرف نعمل اي activity. زي ما كنت بقول لك كده في الشرح اللي قلته في بدايه الفيديو، احنا محتاجين الانرجي حتى لو احنا نايمين، حتى لو احنا قاعدين بنفكر عادي، حتى لو احنا مجرد ان احنا just breathing يا ميس، احنا برضو محتاجين الانرجي. Xylem vessels are important for plants. ليه هو الزايلم كان بيعمل ايه؟ كنت هقول له الزايلم carry water او اقول له transport water هي and nutrients. carry water and nutrients from what? From roots to leaves. We put seed of pin in wet soil for many days. ايه اللي هيحصل لو انا حطيت السيد بتاعت البن
او البين في ويت سويل، سيد وحطيتها في سويل والسويل دي فيها ووتر، ايه اللي هيحصل؟ الجرو ويل يا سيدي هيطلع لي بلانت. عندك بذره وحطيتها في تربه وحطيت عليها ووتر يبقى الجرو ويل هتبدا ان هي تنمو. طيب الجيرمينيت طبعا، يعني ايه شبه جيرمينيت؟ فكره الجروينج المبدئي ان هو تبدا ان السيد تتحول لبلانت صغنن، دي كده جيرمينيت، وات ويل جرو برضه بجرو ويل كمان. طيب we put green plants in dark room for many days. لو انا حطيت البلانت جوه دارك روم لايام كتير ايه اللي هيحصل؟ هو البلانت ساعتها يعرف يعمل فوتوسينثيسيس؟ لا، لان انا بقول لك ان دارك روم، وشرط اساسي من شروط البلانت عشان يعرف يعمل فوتوسينثيسيس ان هو يبقى عنده sunlight. فانا في حاله ان انا ما عنديش sunlight انا مش هعرف اعمل فوتوسينثيسيس. ما بعملش فوتوسينثيسيس يعني ما بعملش فود، يعني البلانت يقعد كذا يوم ما بياكلش خالص، ايه اللي هيحصل؟ هيموت في الاخر. يبقى it can't make photosynthesis, so it will die. او ممكن it will die ممكن اقول له ايه؟ its leaves على طول لو بعد يومين 3 بقى its leaves turn into its green leaves pale green color. ان الكالر بتاع الليفز بتاعته يتحول من الدارك جرين او اللون اللي هو الهيلثي بتاع الليفز يبقى بيل جرين او اللون اللي هو الباهت كده بتاع الليفز. طيب we remove the flowers of plants. لما اشيل الفلاورز من البلانت ايه اللي هيحصل؟ الفلاورز ايه فايدتها؟ ميسل فلاورز كانت فكرتها ان هي بتعمل لي سيدز، والسيدز دي لما كانت بتروح مكان تاني كانت بتطلع لي بلانت جديد. فكان باختصار الفلاورز مسؤولة عن فكرة الريبرودكشن أو making new plants. طب أنا دلوقتي شلت السيدز يبقى هقول له كده plant cannot reproduce due to that no seeds will be formed. نتيجة ان انا ما عنديش flowers فبالتالي ما بقاش عندي seeds، فبالتالي البلانت مستحيل يعمل reproduce. اللي بعده بيقول لي السكندري كونسيومر كان ايت وان اونلي، زي ما احنا اتفقنا حاجه بتاكل حاجه الاقل منها. يعني السكندري كونسيومر كان بياكل ايه؟ كان بياكل برايمري كونسيومر. فين هنا البرايمري كونسيومر؟ اهو. طب والترشري؟ لا يا ميس الترشري كان بياكل سكندري، والسكندري ايت البرايمري، والبرايمري هو اللي كان بياكل البروديوسرز. طيب plants are considered what? Because they absorb sunlight to make their its own food. البلانت بسبب ان هو بياخد السانلايت والووتر والحاجات دي كلها وبريديوس يعني هو بينتج الغذاء بتاعه، فانا بالتالي سميته تبع البروديوسرز. طب الكونسيومر لا، ما بيعملوش الفود بتاعهم، دول كانوا بيديبند على another living organisms to make its food او to obtain energy. الديكومبوزرز ما كانوش بيعملوا برضو الفود بتاعهم عن طريق السانلايت، كان فكرتهم ان هم بيروحوا للديد اورجانيزمز ويبداوا ياخدوا منهم الانرجي. النون ليفنج بره الموضوع ده خالص، لان هم ولا محتاجين فود ولا محتاجين انرجي ولا محتاجين اي حاجه من دي. اللي بعده بيقول لي the leaves of green plants absorb sunlight to combine water with what؟ يعني الليفز اللي موجوده في الجرين بلانت بتاخد السانلايت ومعاها الووتر او معاها ايه تاني عشان تعمل الفود بتاع البلانت؟ معاها الكربون دايوكسيد طبعا. طب يميس الاكسجين؟ الاكسجين ده اللي هم بيطلعوه. طب السويل والروتس دي حاجات الموجوده في البلانت من تحت، مش اسينشال، مش حاجات البلانت محتاجها قوي عشان يعمل فوتوسينثيسيس دلوقتي. دي اصلا ان الروتس دي بارت من البلانت مش نيدز. الثري نيدز البلانت محتاجها الكربون دايوكسيد والووتر والسانلايت. What is the main source of energy for all living organisms؟ المين سورس اوف انرجي من السنه اللي فاتت وانا بقول لك المين سورس او اهم سورس الانرجي موجوده عندنا هو الصن. من غير الصن كل حاجه هتبوظ.
wind plays an important role in dispersing what seeds. الويند بتنقل انهي seeds؟ السيدز، بس انهي light seeds. يبقى ال small and light seeds، لان هي لازم تبقى حاجه خفيفه عشان تعرف تنقلها. Glucose sugar is transported from the leaves to other parts of the plant through the what؟ الجلوكوز sugar. ايه البلاد فيسلز اللي موجوده في البلانت؟ بلاد فيسلز دي قصدي ايه هي الفيسلز اللي موجوده في البلانت اللي بتنقل الشوجر من الليفز وتوصله لباقي البارتس بتاعت البلانت؟ بالظبط كان اسمها الفلوم. تميز الزايلم، لا الزايلم كان بينقل الووتر والنيوترينز من الروتس ويوصلها للليفز. طب الروتس لا دي بتابزورب الووتر. الستم كان جواه الزايلم والفلوم. الكراكل obtains its energy by eating what؟ ايه الحاجة اللي موجودة قدامي في التشويسز اللي الكراكل ممكن ياكلها؟ الكراكل ممكن ياكل شاركس؟ نو. شبه الكراكل انتوا اكيد اخدتوه السنة اللي فاتت في جونيور 4. كان حاجة كده عاملة شبه الكات شوية، وكانت بتاكل حاجات اللي فيها ميت او كده، بس الحاجات اللي هي اصغر منها. تمام؟ طيب الشاركس مستحيل تاكل شاركس. الجراس ما بتاكلش، هي بلانتس طبعا. البترفلايز اكيد مش هتاكل الفراشات، يعني كانت بتاكل المايس اللي هي الفرين. طيب the first link in any food chain is what؟ ايه اول حاجه بتقابلني في اي food chain؟ اي food chain لما برسمها اول حاجه بتقابلني هو البلانت، لان هو الوحيد اللي كان make its own food by itself. بعد كده بقى تبدا الكائنات تعتمد عليه. طيب in plant leaves light energy is converted into what energy during photosynthesis؟ فكرة الترانسفورميشن اوف انرجي او التحول بتاع الانرجي اللي بيحصل في الفوتوسينثيس ان انا عندي الليفز بتاخد السانلايت ده لايت انرجي. طيب تبدا تحوله لشوجر بعد الفوتوسينثيس. الشوجر ده كيميكال انرجي، يبقى هي حولت لي اللايت انرجي into chemical energy. Plant can make their own food through the what؟ البلانت ممكن يعمل الفود بتاعه عن طريق ايه؟ عن طريق بروسيس كان اسمها الفوتوسينثيس بروسيس. بعد بيقول لي line is considered a what؟ اللاين ده ايه؟ اللاين ده بلانت؟ لا يعني مش بروديوسر. طب جراس ايتر هو اللاين بياكل الجراس او بياكل البلانتس؟ لا. طب ميت ايتر يعني ايه ميت ايتر؟ يعني ياكل الانيمالز اللي فيها ميت يعني؟ بالظبط. انه ياكل رابت، ياكل ديرز، ياكل الحاجات دي كلها، ياكل الحاجات اللي فيها ميت. طيب ديكومبوزر؟ لا مش ديكومبوزر حبايبي. ايه فكره الديكومبوزر؟ كنت بقول لك هي ليفينج اورجانيزمز اللي هي كانت زي الفنجاي، اللي هي كانت زي البكتيريا، اللي كانت زي some types of worms. فكرتها كانت بتخش على الكائنات دي، بتخش على الديد اورجانيزمز وتبدا ان هي تحلل جسمهم او تعمل لهم ديكومبوزيشن وترجع النيوترينز او ترجع الانرجي الموجوده عندهم للسويل. All the following are consumers. كل اللي قدامي دول عبارة عن consumers ما عدا مين؟ الهوكس consumer طبعا لأن هو بياكل another living organism. طب الانسكت consumer لأن هي بتتغذى على البلانتس. طب الرابت consumer لأن هو بياكل البلانتس فبالتالي هو كده مستهلك. طب الجراس consumer لا الجراس كان كان producer لأنه كان make its own food by itself. طيب one of the ways of seed dispersal is floating on water as in what؟ واحدة من طرق السيد ديسبيرسال هي فكرة ان هي بتفلوت على الووتر. ده انهي سيد؟ ده السيدز بتاعت مين بقى؟ كانت السيد بتاعت الكوكونات سيد. Which of the following living organisms can make their own food؟ مين من الاورجانيزمز اللي قدامي بتعرف تعمل الاون فود؟ عشان اجاوب سؤال زي ده ارجع افتكر هي مين الاورجانيزمز الوحيده اللي بتعرف تعمل الاون فود بتاعها؟ البلانتس. طب مين هنا بيعبر لي عن بلانتس او بروديوسرز؟ البوينت 3. طب ما ميس باقي الحاجات دول كلهم كونسيومر، دول بيعتمدوا على كائنات تانية عشان ياخدوا منها الفود. Many insects are considered as what؟ الانسكتس بتاكل البلانتس، وانا كنت قايله لك الليفنج اورجانيزم اللي هي بتعتمد على البلانتس وبتاكلها دي انا بسميها primary consumer. Organisms that break down dead organisms and plants are called what؟ كنت بقول لك لو عندي اي living organism والليفنج اورجانيزم ده مات
اللي يحصل بتطلع عليه مجموعه decomposers، ودي تبدا تحلل البادي بتاعه وتاخد منه الانرجي. What decompose the remains of dead organisms into nutrients؟ مين من التشويسز اللي قدامي دي بقول عليها ان هي decomposers او من الاكزامبلز بتاعت decomposers وبتعمل decomposition للdead organisms؟ البكتيريا والبيترفلايز. البكتيريا او البيترفلايز الفراشات حرام غالبا ما بتعملش كده. الفانجاي واللوكست. الفانجاي انما اللوكست ملهاش دعوه. طيب الورمز والباترفلايز قلنا الباترفلايز ملهاش دعوه. البكتيريا والفانجاي ايوه هو ده. المابل seeds travel by wind because they are what؟ فكرة ان انا seeds can travel from one place to another place، ده معناه ان هي ايه؟ very light، يعني light seeds. decomposer always what the soil. يا ترى الديكمبوزر بتعمل ايه في السويل؟ benefit the soil. تميز ازاي benefit؟ انا لسه قايله لك من شويه هي كانت بتدخل على الديد اورجانيزمز او الكائنات اللي ماتت، تاخد النيوترينز او تاخد العناصر المفيده اللي في جسمهم وترجعها تاني للسويل. فتيجي السويل بقى لا ده هي جالها نيوترينز، جالها عناصر مفيده، فبالتالي هي كده استفادت ما اتضرتش زي ما بيقول لي في باقي التشويسز. All the following ways help plants disperse their seeds except what؟ كل الحاجات اللي قدامي دي بتشرح لي السيد ازاي البلانت ممكن يعمل disperse من بليس للتاني ما عدا ايه؟ البلانت ممكن يتنقل عن طريق الووتر وعن طريق الاير اللي هو الويند يعني، وعن طريق الانيمالز بادي ان هو مثلا يلزق في الفر بتاعهم. انما عن طريق السان لايت، هي السان لايت ممكن تنقل السيد من مكانها توديها مكان تاني؟ طبعا لا. The final link in any food chain is what؟ آخر حاجة في اللينك كانت الديكمبوزر، ودي الحاجة اللي بيوصل لها الليفنج اورجانيزم في الآخر بعد ما يموت، اللي هي بتبدأ تحلل جسمه وتودي النيوترينز الموجودة عنده للسويل. الفود تشين the energy transfers from what؟ في الفود تشين الانرجي بتتنقل من مين من فين لفين؟ حاجه اسمها البريديتور للبري، ولا من البري للبريديتور، ولا من البروديوسر للبروديوسر، ولا من الكونسيومر للبروديوسر؟ تعالوا نحلل كده. اول حاجه نتكلم عن الفرق ما بين البريديتور والبري. يعني ايه بريديتور وبري؟ بريديتور هو الحيوان المفترس، طيب او اللي هو بياكل الانيمال التاني. طب والبري ده الغلبان يا عيني، ده اللي بيتاكل. فانا لما اجي اضرب لك مثال واقول لك عندي تايجر وعندي رابت، مين فيهم البريديتور؟ ميس البريديتور هو المفترس اللي بياكل، يبقى هو التايجر. طيب والرابت هو يعني الغلبان اللي بيتاكل او the animal which just be eaten. طيب فالانرجي هنا بتتنقل منين؟ مش اكيد من الحاجه اللي بتتاكل الحاجه اللي بتاكلها، يعني من البري للبريديتور، فاللي فوق ده غلط. طب تعالى نشوف باقي الحاجات. باقي بروديوسرز تو بروديوسر. عارف يعني ايه بروديوسر تو بروديوسر؟ يعني بلانت ياكل بلانت تاني. وانت عمرك شفت في حياتك تري بتجري ورا تري تانية عايزه تاكلها؟ طبعا ده ما بيحصلش، فده احنا استبعدناه. بيقول لي كونسيومر تو بروديوسر. طب انت عمرك شفت بلانت طالع يجري ورا انيمال تاني عايز ياكله؟ طبعا ما بيحصلش، فطبعا النمبر دي مش هختارها. Wind plays an important role in dispersing what seeds. الويند بتساعدني ان انا انقل انهي سيد؟ مش زي ما اتفقنا اللايت سيد، السمول لايت سيد دي الخفيفه اللي ممكن تتنقل عن طريق الويند. Food webs shows the interaction between what؟ الفود ويبس زي ما احنا كنا بنشرح في البدايه هي عباره عن ان انا عندي many living organisms او عدد كبير قوي. طيب يعني مش زي ما هو بيقول لي few living، لا هي مش few living. طيب باقي الحاجات بيقول لي هي نفس الحاجه بس بيقول لي non living. مش دعوه بالنون living، احنا كنا بنتعامل مع الليفنج، فطبعا هنختار دي. بيقول لي هنا hogs get their energy by eating what؟ الهوكس تاخد الانرجي بتاعتها عن طريق ان هي بتاكل ايه؟ ميس هي الهوكس بتاكل البلانت؟ طبعا مستحيل، اي حاجه فيها بلانت هستبعدها، الهوكس مستحيل تاكل بلانت. طيب بتاكل انيمالز؟ هي بتاكل انيمالز اونلي. طب بتاكل نون ليفنج؟ طبعا مستحيل. عارفين يعني ايه تاكل نون ليفنج؟ يعني الاقيها مثلا بتاكل روكس، بتاكل الوود اللي مرمي مثلا،
بتاكل مثلا حاجات نون ليفنج، حاجات غير حيه، حاجات بره الانيمالز والبلانتس والهيومنز. هي اكيد مش تاكل هيومن، بس حاجات بره الانيمالز والبلانتس. All the following are considered producer organisms except one. كل التشويسز اللي قدامي عباره عن producer، يعني عباره عن plants. معنى مين؟ الجراس ده يعتبر plants، الالجي plants بس موجوده في الووتر او موجوده في السي. الفريز طبعا plants. الحاجه الوحيده اللي مش plants هي الهوكس. اللي بعده بيقول لي all living organisms depend on each other for getting energy. كل living organisms بتعتمد على بعضها عشان تاخد الانرجي؟ لا مش كلها ولا حاجه. الكونسيومرز بس هم اللي بيديبند on each other to get energy. طب كائنات شاطره وكائنات ذكيه وكليفر زي plants، هي دي بتعتمد على الكائنات التانيه؟ لا، دي can make its own food by itself. ف not all living organisms depend on other living organisms to get energy. طيب food and oxygen provide the body with needed energy. الفود والاكسجين هو اللي بيدينا الانرجي؟ طبعا صح. The first link in any food chain is consumer. false طبعا، لو كان البروديوسر. قلت لك اي food chain في الدنيا بتبدا بمين؟ بالبروديوسر او بالبلانت. اللي بعده بيقول لي producers need consumers to live and grow. البروديوسرز بتحتاج كونسيومر عشان تكبر؟ البروديوسرز هتحتاج الكونسيومر ليه؟ احنا لسه متفقين البروديوسرز اصلا كان make its own food by itself، هي مش محتاجه الكونسيومر. العكس الكونسيومر بتحتاج فعلا البلانت عشان تعمل جروينج، انما ده غلط. potato plants have tuber stem. البوتيتو بلانت عندها tuber stem؟ طب افكرك كده يعني ايه tuber stem؟ كنت بقول لك التيوبر ستيم هي الستم اللي extend او بتمتد underground، يعني كل الستمز بتبقى طالعه فوق السويل، دي اللي هي بتبقى تحت السويل، والمثال بتاعها فعلا هو البوتيتو. food chains start with decomposer. طبعا غلط، احنا اتفقنا ان اي food chain في الدنيا بتبدا بالبروديوسر. طيب ends with بتنتهي بايه؟ بالديكمبوزر. phloem transports food materials from leaves to other parts of the plant. هو الفلوم بينقل الفود من الليفز لباقي اجزاء البلانت؟ طبعا صح، ده اللي الفلوم كان بيعمله. طب لو جه قال لك مين البارت اللي بينقل الووتر والنيوترينز بس بقى يقول لك من الروتس للليفز بتاعت البلانت، ساعتها كان هيبقى الزهر. all living organisms don't need energy to survive. كل living organisms مش محتاجين energy عشان يعملوا survive؟ غلط. كل living organisms مشتركين في حتة ان كلهم محتاجين الانرجي، وobtain energy from food and water and oxygen. فحتة انهم مش محتاجين الفود ده طبعا غلط جدا. طيب the sun produce energy that the decomposers used to make their food. الصن هي اللي بتطلع لي الانرجي اللي الديكومبوزرز هم اللي بيحتاجوا عشان يعملوا فود، ولا البروديوسرز؟ البلانت اهو شباب، البروديوسرز هم البلانت، بياخدوا الانرجي اللي جايه لهم من الصن عشان يعملوا الفود بتاعهم، فالبروديوسرز هم اللي بيحتاجوهم مش الديكومبوزر. A plant is fixed in the soil by the help of its roots. الحاجة اللي بتثبت البلانت جوه السويل الروتس بتاعت البلانت؟ طبعا صح. طيب recycling nutrients back to the ecosystem is the main function of consumers ولا decomposer؟ طبعا دي غلط، لان احنا اتفقنا ان اللي مسؤول عن الموضوع ده الديكومبوزر. بتعمل ايه؟ بتدخل على الديد اورجانيزمز، تبدا ان هي تعمل لهم بريكنج داون، وتبدا ان هي تاخد النيوترينز من البادي بتاعهم وان هي ترجع او تعمل ريسايكلينج جوه السويل تاني، فدي هتبقى غلط وهتبقى decomposers. بيقول لي a hawk can get its needed energy directly by eating beetles. هو الهوك بياكل بيتلز؟ عارفين ان البيتلز طيب كده من الانسكتس، هو الهوك ممكن ياكل انسكتس والحاجات دي كلها؟ اوكي، ايه اللي هياكل انسكتس؟ طبعا غلط. الهوك ياكل سنيك، ياكل رابت، ياكل ماوس، ما ياكلش الحاجات دي.
طيب decomposers have role in ecosystem. الديكمبوزر ليها رول في الايكو سيستم؟ طبعا صح. البروديوسر والكونسيومر والديكمبوزر كلهم ليهم رول في الايكو سيستم. اللي بعده بيقول لي producers and consumers use carbon dioxide gas for making food. البروديوسرز والكونسيومر هما الاثنين بيستخدموا الكربون دايوكسيد عشان يعملوا الفود بتاعهم، مش كلهم. حبايبي البروديوسر هو اللي بيستخدم الكربون دايوكسيد عشان يعمل الفود بتاعه، هو في الاول وفي الاخر بلانت. انما الكونسيومرز، عارفين مين الكونسيومرز؟ الانيمالز والهيومنز. احنا مش بنحتاج الكربون دايوكسيد عشان نعمل الفود بتاعنا، احنا كنا بنحتاج الاكسجين. Xylem is important for plant to transfer water from plant roots to the leaves. الزايلم هو اللي بينقل الووتر والنيوترينز والحاجات دي كلها من الروتس ويوصلها للليفز. طبعا صح. اللي بعده بيقول لي an ecosystem. الايكو سيستم اللي بيتكون من الليفنج اونلي. ده اول حاجه احنا رجعناها في كونسبت 2. لا مش الليفنج اونلي، كان ليفنج وكان معاه نون ليفنج، والاثنين انتراكت توجذر. ليفنج زي مين؟ زي مثل البلانتس وزي الانيمالز. طب ونون ليفنج زي مين؟ زي الاير، زي الووتر، زي السويل، زي السانلايت. كل الحاجات دي نون ليفنج. اوكي. Humans can eat plants and animals. الهيومن بياكل بلانت ويقدر كمان ياكل انيمال؟ طبعا صح. احنا بناكل فروتس والفيجيتابلز اللي هي بلانت، ونقدر ناكل البرايمري كونسيومر من الانيمال اللي هي الانيمال اللي بتاكل بلانتس بس. صح. A food web is interconnected food chains that show many different feeding relationships. طبعا صح. ايه فكره الفود ويب؟ كنت بقول لك ان انا عندي فود تشين، واحده والثانيه والثالثه كلهم لما بيتجمعوا سوا ده انا بسميه ان هو اسمه فود ويب. اللي بعده بيقول لي there is no interaction between the components of an ecosystem. مفيش interaction ما بين الليفنج والنون ليفنج اورجانيزمز الموجوده في الايكو سيستم. طبعا غلط. ازاي بقى؟ انا لو عندي بلانت كده، البلانت ده ايه؟ ليفنج. حلو. طب بياخد ايه؟ بياخد السان لايت اللي هي نون ليفنج، بياخد الكربون دايوكسيد اللي هو برضه نون ليفنج، بياخد الووتر اللي هي برضه نون ليفنج. فالثلاث حاجات دول يثبتوا لي ان هم نون ليفنج، ومع ذلك البلانت اللي هو ليفنج احتاجهم، والاثنين يتفاعلوا سوا جوه الايكو سيستم. فالسؤال ده طبعا هيبقى غلط. اللي بعده بيقول لي all plants need the same way to disperse their seeds. كل البلانتس بيعملوا seed dispersal بنفس الطريقه؟ غلط. يعني باختصار بيقول لك كل السيدز بتاعت البلانت بتتنقل من مكان للتاني بنفس الطريقه. غلط. ليه؟ لان في سيدز بتتنقل عن طريق الويند، في سيدز بتتنقل عن طريق الووتر، في سيدز بتتنقل عن طريق الانيمالز فير او الهيومن كلوز، في سيدز تانية can be eaten by animals. فبيتنقلوا باربع طرق مختلفه. اللي بعده بيقول لي the chlorophyll in plant roots absorb sunlight. الكلوروفيل الموجود في الروتس بتاعت البلانت هو اللي بيابزورب السانلايت. غلط. لان زي ما احنا عارفين الكلوروفيل ده كان موجود في الليفز بتاعت البلانت مش الروتس. بعد بيقول لي hawks don't eat some types of food like plant leaves. الهوكس مش بياكل حاجات كده معينه في الفود زي الليفز بتاعت البلانت. طبعا صح. هو من امتى الهوكس وهو بياكل بلانت؟ ما بياكلش بلانت خالص. طيب a plant stem has hairs that absorb oxygen gas from air. الكلام الغريب ده. هو اول حاجه الروت نفسها بتاعت البلانت هي اللي كان فيها hairs. طب كانت بتمتص ايه؟ ميس كانت بتاخد more water ومور نيوترينز من السويل. فبالتالي انا لما افكر في الجمله اللي انا بقولها لك دي هلاقي كل اللي هو قايله لي في السؤال اصلا غلط. Stomata allow gases to move into and out of the plant. الستوماتا هي اللي هي عباره عن openings كانت بتدخل الجاز للبلانت، كانت بتطلعه من البلانت. فعلا انت صح. طب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ When living organisms die their energy is returned to what؟ الديكومبوزرز بتبدا تخش على الديد اورجانيزمز او الليفنج اورجانيزمز اللي هي اوريدي ماتت،
تبدا تعمل ايه؟ تعمل لها decomposition وتبدا تحللها زي ما قلت لك فوق، وتاخد النيوترينز اللي موجوده فيها وتوديها للسويل. اللي بعده بيقول لي interaction among many food chains is known as what؟ عندي كذا food chain كلهم سوا، دول انا بقول عليهم ان هم اسمهم ايه؟ food webs. حتى وانا بشرح من شويه كنت بقول لك ان الانتركونكتد فود تشينز دي انا بقول عليها ان هي اسمها فود ويبس. In any food chain plant are considered what؟ البلانت دول انا بعتبرهم البروديوسرز او الفيرست لينك في اي فود تشين. plant produce what and what during photosynthesis process. البلانت لما بيعمل photosynthesis بيطلع لي حاجتين، اول حاجه الاكسجين that we respire وتاني حاجه الشوجر. يبقى oxygen and sugar. human can او human can eat producers and what؟ الهيومن ممكن ياكل producers ومين؟ لسه قايل لك من شويه هو ممكن ياكل producers اللي هم البلانتس، وممكن ياكل مين معاهم؟ البرايمري كونسيومر. انيمال انيمال، بس الفكره ان هم بياكلوا مين؟ البلانتس. طيب right scientific term it transfers between animals in food web to help them to survive. دي الحاجه اللي بتتنقل ما بين الانيمال وبعضها جوه الفود ويب. كنت بشرحها بالارز، كان يقول لك البلانت ده اتاكل عن طريق كذا واحط لك سهم، وده اتاكل عن طريق كذا واحط لك سهم، يبقى اللي بيتنقل ما بينهم دي الانرجي. اللي بعده it's gas that produced from photosynthesis process. الجاز اللي بينتج عندي من الفوتوسينثيس بروسيس ده كان اسمها ايه؟ الاكسجين gas. It's a model that shows linear set of feeding relationships and energy flow between living organisms. الموديل اللي بيشرح لي كده linear set. يعني ايه يا جماعه linear set؟ الخطوط خط واحد في مسار واحد، انا ماشيه الفود تشين ده كان عندي كذا وده كله وده كله بس كده. باختصار كده ده كان اسمه الفود تشين، بيكلمني ما بين ليفنج اورجانيزمز معينه ولينير سيت زي ما هو بيقول لك كده، حاجه ده كلتها وبعدين اتاكلت عن طريق كذا، يبقى دي فود تشين. It's a place that provides food, water and shelter for living organisms. دي على طول بقول عليها ان هي اسمها ايكو سيستم، او يا شباب هو المكان اللي بيوفر للليفنج اورجانيزمز اللي موجوده فيه الفود والشلتر والووتر، ده انا بقول عليه ان هو اسمه ايكو سيستم. It's a gas that present in air necessary for formation of plant food. ده كان اسمه الكربون دايوكسيد، الجاز اللي من غيره البلانت ما يعرفش يعمل الفود بتاعه. كربون dioxide. It's found in plant leaves that gives them green color and absorb energy from. ايه الحاجه اللي موجوده في الليفز بتاعت البلانت وبتديها الجرين كولر بتاعها وتخليها عندها الخاصيه انها تابزورب الانرجي بتاعت الصن؟ ده كان اسمه الكلورفيل. يبقى الكلورفيل احفظ ان هو مسؤول عن حاجتين، اول حاجه الجرين كولر بتاع البلانت، طيب تاني حاجه absorb الانرجي from the sun. Right, the scientific term it's community that contains living organisms and non-living things. ايه هو الكوميونتي اللي كان عنده living وكان عنده non living؟ ده انا كنت بقول عليه اسمه ايكو سيستم، اسمه ايكو سيستم. طيب زي ايه هي الكونسيومرز which feed on secondary consumers؟ الكونسيومرز اللي بتفيد على secondary consumer كان اسمها التيرشري consumers. وعشان ما نتلخبطش قال لي ايه هي الكونسيومرز اللي بتفيد على البرايمري يبقى السكندري، بتفيد على السكندري يبقى التيرشري. اوكي طيب it's a group of living organisms that can live on decaying dead organisms. ايه هم الليفنج اورجانيزمز اللي عايشين على فكره ان انا عندي انيمال ميت؟ طيب ابدا ان انا اروح اعمل له تحلل وابدا اخد منه الانرجي، كان اسمهم الديكومبوزرز. Give reason. Life on Earth without plants would be impossible. مستحيل إن إحنا نعيش من غير plants.
ميس يعني بناكل منه وكده. الموضوع مش متوقف على كده، الموضوع مش متوقف على الفروتس والفيجيتابلز اللي انت بتاكلهم، ولا ان باقي الانيمالز بيحتاجوهم ان هم ياكلوا منهم. الموضوع بيبدا من حته ان هو البلانت اصلا بيعمل فوتوسينثيز، والفوتوسينثيز بتاعه بيعمل اكسجين، فمن غير الاكسجين اللي البلانت بيطلعه احنا we cannot respire. يبقى هقول له because plant produce oxygen during او الاكسجين ايه بقى that we respire. اوضح له يعني الاكسجين اللي هو that we respire. طيب during بقى photosynthesis process، او خلي الكلمه دي في الاول، اقول له because during photosynthesis process plants produce oxygen gas that we respire. Green plants are considered producer organisms. ليه الجرين بلانتس بقول عليها ان هي producer organism؟ عشان اقول على حاجه ان هي producer organism لازم تكون it can make its own food by itself. بقول له because plants can make its own food by itself. طيب when هي don't feed أو don't depend on another living organisms to get energy. طيب sunlight is important for all living organisms. ليه sunlight مهم لكل living organisms؟ باختصار كده لأن sunlight من غيره البلانت مش عارف يعمل photosynthesis بتاعه. فلما البلانت بيعمل photosynthesis بتاعه وبيعمل فود بتاعه، باقي الانيمالز بتعتمد على البلانت عشان طبعا to get oxygen and ان هي طبعا بتاكل البلانت ده. فمن غير البلانتس او من غير السانلايت اللي بتروح للبلانتس مفيش اي حاجه في الحياه ممكن تكمل. السؤال ده بيقول لي give reason sunlight is important for all living organisms. ليه بقول على السانلايت ان هي مهمه لكل living organisms؟ زي ما قلت لك كده باختصار، السانلايت البلانت بيحتاجها عشان يعمل فوتوسينثيز، وانت عارف كويس قوي ان قد ايه البلانت ده حاجه احنا كلنا محتاجينها. الهيومنز محتاجينها، الانيمالز محتاجينها، كل حاجه محتاجينها، لان من غير البلانت البرايمري كونسيومر بياكلوا البلانت، فالبرايمري كونسيومر هيموتوا. طيب باقي الانيمالز بتاكل مثلا برايمري كونسيومر او كده، فممكن باقي الانيمالز مثلا تموت، فاهم؟ فمن غير البلانت كل الايكو سيستم هيتدمر. فانا لما اجاوبه على السؤال ده هقول له ايه؟ هقول له because it's أقوله because plant needs it to make photosynthesis. To make its own food. طيب وبعدين هو البلانت محتاجه عشان يعمل فوتوسينثيسيس عشان يعمل الفود بتاعه. طيب and animals eat plants. بس كده. طيب chlorophyll has an important role in photosynthesis process. ليه الكلوروفيل ليه دور مهم قوي في الفوتوسينثيسيس process؟ هقول له it absorb sunlight أو energy from of the sun، أو it absorbed sunlight عادي جدا. تمام؟ زائد حاجة تانية إن هو responsible for green color of the plant. soil fertility depends on decomposers. الsoil fertility بتعتمد على الديكمبوزر. بتعتمد على الديكمبوزر. هو السؤال بقى ليه؟
زي ما احنا اتفقنا ان الديكومبوزرز لما بتخش على ديد اورجانيزمز بتبدا ان هي تعمل لهم ديكومبوزيشن، او بتبدا ان هي تحللهم، بتاخد النيوترينز اللي موجوده فيهم وترجعها للسويل. فبالتالي الديكومبوزرز فعلا مهمه للسويل. يبقى له because decomposers decompose dead organisms body to get nutrients، تاخد منها nutrients. طب وبعدين and return it back to soil. بعد ما بتوصل للنيوترينز بتبدأ إن هي ترجعها تاني للسويل. طيب ده طبعا بيزود الفيرتيليتي بتاعتها. Snakes are considered consumer. ليه بقول على السنيكس إن هي تعتبر تبع الكونسيومرز؟ معنى إن أنا أقول على حاجة إن هي تبع الكونسيومرز إن الحاجة دي cannot make its own food by itself. plus point تانية إن هي depend on another living organisms to get energy. فالسنيكس بينطبق عليها فعلا الكلام ده، إن هي يا إما بتاكل الفروجز يا إما بتاكل الماوس. فبالتالي هي فعلا consumers. يقول له because it can't make its food by itself and depend on other living organisms to get energy. طبعا السؤالة دي عامة لكله، لما يسألني عن أي حاجة هي ليه دي كونسيومر، ليه دي كونسيومر، ليه دي كونسيومر، هكتب له الانسر دي. إنما لو عايزة أوضح أقول له بقى إيه أصل هي الأورجانيزمز اللي بتاكلها، ممكن أكتب له كده من قوسين سنيكس إن هي بتاكل مثلا فروجز وزي ما اتفقنا الماوس. طيب what happens hawk is placed in ecosystem that doesn't contain any living organisms except plants. الهوكس ما بياكلش البلانتس، بياكل الانيمالز، بياكل الماوس، بياكل الرابتس، بياكل السنيكس، بياكل الحاجات اللي هي فيها ميت. انا رحت حطيته في مكان ما فيهوش غير بلانتس، دي مشكله. هو قدامه حل واحد، ان هو هيعمل سيرش ويروح مكان تاني to another place to find food. يا اما لو فضل في مكانه هيموت خالص. يبقى اللي هيحصل كالاتي: it go to another place to find food or die. طيب all primary consumer disappear from certain food chain. ايه اللي هيحصل لو كل ال primary consumers اختفوا؟ هقول له secondary. هو مين اللي بياكل primary consumer؟ ال secondary consumer. هما دول بقى اللي هيتقاسوا. هقول له secondary consumer هيعملوا نفس الحاجة، go to another place to find food. لو ما لقوش هيموتوا. secondary consumers go to another places to find food or die. يا اما بقى يروحوا مكان تاني يدوروا فيه على فود، يا اما يموتوا في المكان اللي هم فيه. طيب form food chains by using the following organisms. انا قدامي الاورجانيزمز دي هبدا اعمل منها فود تشين واوضح الانرجي بتتنقل منين لمنين. اول حاجه عندي في اي فود تشين بتكون البلانت، يبقى جراس. طيب نمبر 2 هتبقى مين اللي بياكل جراس يميس؟ اللوكست. اعمل ارو عشان الارو ده هو اللي بيوضح الانرجي بتتنقل منين لفين. لوكست. مين اللي بياكل لوكست؟ الفروج. طيب مين اللي بياكل فروج؟
سنيك. طب مين اللي بياكل سنيك؟ الاول. اوكي. طيب الفود تشين اللي بعدها جراس. مين اللي بياكل جراس؟ جراس هوبر. الجراس هوبر ده برضو انسكت زي اللوكست. مين اللي بياكل الجراس هوبر؟ الفروج. طيب مين اللي بياكل فروج؟ السنيك. طيب سنيك is eaten by what؟ او مين اللي بياكل سنيك؟ الهوك. كده نكون خلصنا كل الاسئله رغم ان هي كتير شويه بتاعه اكتوبر ريفيجن. الاسئله دي دربتنا على ان ما كانش كل الافكار اللي موجوده في المنهج ده، بس اهم حرفيا البوينتس اللي موجوده في منهج اكتوبر اللي لازم يجي لك فكره منهم مثلا في الامتحان او كده، ودربتك على كل انواع الاسئله اللي ممكن تيجي في الجزء ده. يا رب فعلا تكونوا استفدتوا من الريفيجن دي، وزي ما اتفقنا لو عندكم اي مشكله، لو عندكم اي حاجه مش فاهمينها ابعتوا لي وانا اشرحت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.